دام اننا تكلمنا عن الامور الكهربائيه، وش رايكم نتكلم عن نقطه مهمه جدا جدا، وهي تخص اصحاب الشقق اللي مشتركين في عداد واحد. اكثر الناس للاسف يدفعون مثلا شقتين مشتركين في عداد واحد، تلقى هذا يدفع 50% وهذا 50%، وواحد منهم تلقاه ما استهلك المسكين. وبعضهم للاسف يقعون في خلافات ويقعون في مشاكل، اني انا ما استهلكت، انت استهلكت، انت عيالك اكثر من عيالي. ففي حل. الحل يا عيوني هو تركيب عداد، يسمى عداد تجاري، تحطه عند الطبلون حق شقتك الداخلي، وهو يحسب استهلاكك انت. زي ما شفتوا الان، هذا العداد يحسب لك استهلاك الكهرباء حق الطبلون حقك. طيب شلون تحسبها مع زميلك اللي في العداد المشترك؟ وشلون طريقة حسبها؟ تجي مثلا تشوف فاتورة الكهرباء، كمية الاستهلاك، مثلا لنفترض 10000 كيلو واط. حلوين؟ هذه كمية الاستهلاك. انت تروح للعداد هذا اللي انت مركبه، تشوف الاستهلاك حقك، مثلا لنفترض استهلاكك انت 3000 كيلو واط. يعني كم صار؟ يعني 30% من 10. عرفنا الحين كيف الاستهلاك. طيب صارت مثلا الفاتورة 1000 ريال، تجي انت تدفع 30% منها اللي هي 300 ريال، هو يدفع ذاك 700 ريال. وضحت؟ اتمنى انها وضحت. هذا العداد يباع في محلات الكهرباء، ممكن في شارع الريل اللي في الرياض، ممكن في المحلات الكهرباء الكبيرة، سعره تقريبا 150 ريال. هذا الشيء هو اللي بيحل لك موضوع استهلاكك كم، واستهلاك الجار، والجار لا انا دفعت كثير اهو ادفع اقل. اتمنى اني حليت موضوع مهم لكم. بالله كيفني معكم، اضبطكم انا ما عليكم. خلاص ما عاد فيه باش، انتم جارك انا دافع اكثر، انا دافع اقل، ومن اليوم رايح اعزمه يا غدا يا عشاء يا قهوه.